السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا إخوتي. اليوم سنعرض لكم كيفية صناعة الطائرة الدرون، وهو ابتكار طالب من طلاب في جامعة الإسلامية بالمدينة بقسم الهندسة الميكانيكية. في بداية العمل للعثور على أفضل رافع الجناح أو الإيرفويل كنا نستخدم تطبيقا اسمه إكسفويل، وبعد ذلك استخدمنا تطبيقا آخر اسمه AVL لتصميم ولتجربة الالتزام الجهاز، منها مراقبة القيمة الذاتية المخططة أو Eigenvalues Diagram لغرض الحصول على جزء سلبي من كل قطب. وهنا نحن في وضع المحاكاة المباشرة للبحث عن الدرون مصيبة بالإضراب في الدوران المركبة، أو ما يسمى بالانئراج والإتقلاب أو ياو اند رول. وبعدما تم اتزان الجهاز نبدأ مباشرة التصنيع. من الأدوات التي استخدمناها ما تسمى بالسيود لأنها خفيفة وصلبة جدا من غيرها. بعد ذلك نقوم بتجميع المقطع الانسيابي أو الإيرفويل على شكل أجزاء لتصنيع الأجنحة والذيل وكذلك الهيكل أو الجسم. وقد قمنا باستخدام المعمل الميكانيكي في الجامعة لصناعة الأدوات التي يصعب وجودها أو شراؤها في السوق. وهذا المشروع يحتاج إلى الكثير من المهارات في المجال الميكانيكي والكهربائي والطيران. وبعد توفير الأدوات يتم تغطية هيكل الطائرة بواسطة عبوة تسمى مونوكوت لتقليل الاحتكاك الذي تسببه الرياح، والحرارة هي التي تلصق المونوكوت مع الهيكل. وسطح التحكم تم إنشاؤه من خلال آلية رابطة ثلاثية القطبان، والأجهزة والمحركات تم اختيارها على حسب اللحظة المفصلة الناتجة عن سطح التحكم. ومن أهم المعايير التي أخذناها لاختيار الآليات هي أولاً أدنى عدداً من التركيبات للتحقق من التشغيل بين التراكب التي تؤدي إلى خطأ في التحكم، وأيضاً اخترنا الآليات التي يسهل إنشاؤها. والمعيار الآخر هو الحصول على مقاومات ضعيفة للديناميكية الهوائية أو aerodynamic. وجهاز التحكم مجموع من راديو لاسلكي لجهاز الإرسال والاستقبال، وكذلك مع FC أو فلاي كنترولر. نحرك فلابرون في اتجاه معاكس، ويتم الإقلاع أو الهبوط الدرون بواسطة المصعد. وللانعطاف إلى اليسار أو اليمين نحرك الموجه أو رادار. ويمكننا كذلك أن نستخدم الفلابرون لرفع القوة، لأن ارتفاع القوة مهم جدا في أثناء الإقلاع. والموتور بروشلس والمروحة تولد قوة تدفع الدرون للأمام.